بأن لايستر سيتي لديه وجهين هذا الموسم، وجه في الدوري الإنجليزي وهو وجه سيء، ووجه آخر في رابطة الأبطال وهو وجه قوي. تخيل أنه في دور المجموعات قبل المباراة الأخيرة وأمام نادي بورتو كان متأهل بن شيخ، ضمن تأهله، تأهل بارتياح وبراحة كبيرة في المركز الأول. الآن يريد أن يقدم، أن ينقذ موسمه بمشاركة مشرفة في رابطة الأبطال. هل تعتقد بأنه يمكن أن ينتفض ويرينا وجه آخر في رابطة الأبطال؟ أنا ما شفتش لا لايستر تاع كوب دوروب لا تاع شامبيونا، شفت لايستر وحده اللي تلعب كوب دوروب وشامبيونا كيف فريق ضعيف جدا. دونك لعبوا مع دي زيكيب فابل اون كوب دوروب، يجيب لك ربي اللي هم داروا حاجه. مي نشوفوهم في هاد مع السي في اللي نشوفوهم اسكو. كيف سيكون رد فعلك بن شيخ لو يتمكن ليستر من تجاوز عقبة إشبيلية ويقدم مباريات كبيرة؟ صافي دير كيما لا يزون روبري كيما راك تقول لون كوب دوروب. كوب دوروب عم ريبروناو شويه مع سيفي، ولكن ما نامنش انا باسكو سيفي تلعب كره جميله. بانوا على كيما يقول الوجه الحقيقي تاعهم. كانوا داو الشامبيونا في وقت اللي لي زيكيب كاع كانوا يسيرشي، كانوا يحوسوا وكذا، نساوها ما داروهاش في الحساب. هذا العام شوفوا راهي لايستر اللي يجي يربحها.